السلام عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الهنا على اخواتي واصحابي وعيلتي الجميله. نورتوني في قناه نانا تشانل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي وهي اقتصاديه قوي. عباره عن ناجتس بثلاث او اربع صدور فراخ مفرومين. هي لزوم المدارس اكتر وموفره قوي، يعني ينفع جنب مكرونه، جنب حبة بطاطس، سندوتشات. المهم ندخل في الوصفه. هنا اربع قطع فراخ مفرومين، وهنا معايا بطاطستين مسلوقين ومفرومين، والبهارات بتاعتي عبارة عن ماجي وبهارات فراخ وفلفل اسمر وال11 بهار. وهنحط كيس لبن نيدو ونص معلقة بيكنج باودر. هنا البهارات اللي قلتلكوا عليها. وهحط كمان ربع كوباية نشا ونص كوباية دقيق ذرة. احنا ممكن نحط دقيق ذرة او نحط فيجيتار اللي موجود. وهنمكس كله بقى مع بعضه وهنشكلها، وبعدين هنحطها في الفيجيتار الكريسبي. ومعايا كده طبق فيه ميه ساقعه ومتدوب فيها معلقه ماجي. وصدقوني يا حبايبي طعمها هيبقى تحفه واوفر واحسن كتير من الجاهز. هنا مكست كله مع بعضه، وهنا الخليط اللي قلتلكم عليه. تمام. وهنا كنت عملت واحده، وهكمل بقى باقي التشكيل وارجع لكم. هنا كنت شكلت الكميه كلها، بصوا مطلعه قد ايه. تحفه بجد، تحفه تحفه وموفره قوي قوي. تنفع للانش بوكس، تنفع في غدا زي ما قلت لكم، تنفع على ايام المدارس، تجهيزات المرأة العاملة، ومن الحاجات الموفرة بجد والله. بتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه، وبتمنى بجد الوصفة تعجبكم. هنا برصها عشان احطها في الفريزر. وحاجات انضف من اللي احنا بنجيبها من بره عشان صحة ولادنا بس مش اكتر. هنا بعد ما قليتها، يا ريتكم كنتوا موجودين معايا، كنت شميتوا ريحتها ولا كنتوا دقتوها. طعمها تحفة بجد. بصوا قد ايه متماسكة. بتمنى الوصفة تعجبكم. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.